افتتاح مركز متكامل لمرض حساسية الصدر في سان ستيفانو. الحقيقة المركز ده مركز متكامل بيضم 2 عيادة للكبار و2 عيادة للأطفال، بالإضافة إلى أنه بيقدم كل الأدوية والبخاخات مجانا لكل المرضى اللي بيترددوا عليه. المركز المتكامل ده بالأدوية اللي فيه، بالكشف، بالأطباء، بكل حاجة مجانا بالكامل لأهلنا البسطاء اللي في اسكندرية، وأيضا المحافظات اللي في المنطقة الغربية كلها. كل المرضى يترددوا عليه إن شاء الله. المركز بيبدأ دايما كل يوم من الساعة 8 الصبح وحتى الساعة 1 مساء في أطباء وخبراء ومتخصصين في أمراض حساسية الصدر، وبالإضافة إلى معمل ضخم جدا هيبدأ تشغيله خلال الفترة القادمة عشان تحليل كل الأمراض الخاصة بحساسية الصدر والأمراض الصدرية. فشكرا لكل من قدم أو ساهم في هذا المركز المتكامل لأمراض حساسية الصدر. أول مركز على مستوى الجمهورية داخل وحدة رعاية صحية أساسية، مركز متخصص عالي التخصص في أمراض الحساسية الصدرية وأمراض المناعة للكبار والأطفال. المكان مجهز معمل في كل التخصصات المساعدة اللي ممكن نحتاجها، في صيدلية، في معمل كيمستري، في معمل باراسايتولوجي، في جهاز أشعة، في ألتراساوند، في كل التخصصات اللي ممكن نحتاجها قبل ما الطفل يوصل لأخصائي الحساسية أو استشاري الحساسية. بهنيكم بالمركز ده، هتستفيدوا منه جدا. واحنا عارفين ان العلاج الخاص بيكلف كتير، كشف هنا هيبقى بجنيه، الأدوية مجانا، البخاخات اللي مش موجودة في السوق موجودة عندنا مجانا، واللي بيكشف عليكم تلامذتي وولادي، وانا بثق فيهم احسن مني كمان. ان احنا في هذا الوقت اللي الدولة محتاجة العلاج التطوعي والعمل التطوعي يساند الدولة بإذن الله، ودي هدية مننا لأهل اسكندرية.